السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر العنكبوت، ومش كده وبس، لا ده في سورة كاملة في القرآن باسمه. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. وهنا احنا عايزين نتكلم بالتحديد عن بيت العنكبوت، وازاي بيقدر يبنيه بالاتقان ده، وازاي بيقدر بخيوطه يبني شبكة علشان يصطاد بيها فريسته. اهلا بكم في 8 غرب. لو انت اول مرة تشوفنا على اليوتيوب ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. العنكبوت زيه زي اي حاجة خلقها ربنا معجز في تكوينه، وبيوجد اكتر من 48 الف نوع من العناكب حول العالم، وطبعا بيختلف كل نوع عن التاني، فمنها السام ومنها القفاز وغيرها كتير. وبغض النظر عن اختلاف أنواعها إلا إن معظمها متشابه في تكوينه وإخراج الخيوط الحرارية اللي بيعتمد عليها العنكبوت في غذائه وسكنه. بيصنع العنكبوت خيوطه داخل بطنه على هيئة مادة سائلة حمضية اسمها الميثيونين. تشتغل المادة دي على ربط البروتينات الحرارية داخل بطن العنكبوت، وفي أعلى المعدة بيمتلك العنكبوت مجموعة من الثقوب بتخرج منها المادة دي على هيئة خيوط، وبتكون لسه على حالتها السائلة. وأول لما بتتعرض المادة دي للهواء بتنشف وبتكون على الصورة اللي بنشوفها كلنا. المفاجأة هنا إن الخيوط اللي بينتجها العنكبوت للصيد غير الخيوط اللي بيستخدمها في بناء الأعشاش بتاعته، وبتكون الخيوط اللي بينسجها العنكبوت للصيد ممزوجة بمادة لزجة علشان تمسك في الفريسة أكتر. ولما بينتجها العنكبوت بيحتاج لجهد أكتر علشان يقدر يكون المادة اللزجة دي في معدته. ولما بيوصل العنكبوت عند الفريسة المشبوكة في خيوطه بيبتدي ينتج جهد أكبر وخيوط أكتر علشان يكتف بيها الفريسة، وبيكون في الحالة دي العنكبوت أشبه بالمكنة حرفيا. سبحان الله. والغريب في العناكب إنها ممكن تعيش في كل البيئات، لدرجة إن في منها اللي بيقدر يعيش في المية، لأن في أبحاث بتقول إن العنكبوت أصلا متطور من سرطان البحر. ولو انت متخيل ان العنكبوت لما بيجي يبني بيته بيبنيه بطريقة عشوائية فانت غلطان، لانها بتبقى عملية صعبة جدا ومعقدة، وبتبتدي زي ما احنا قلنا بطريقة تكوين الخيوط داخل جسمه. ولما بتطلع بيبتدي العنكبوت يشكل دعامة بخيوطه على هيئة مثلث، ومن بعدها بيبتدي ينسج حواليها الخيوط علشان يضمن متانة البيت. فاحنا هنا قدام مهندس حقيقي وشاطر كمان. وفي الختام حابب اقول سلام.